السادة أعضاء فريق التربوي والإداري والمهني للمؤسسة، أبنائي التلاميذ، باقي الحضور الكريم، نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكركم على تفضلكم ومشاركتكم لنا في افتتاح هذه السنة الدراسية التي نتمنى من الله عز وجل أن تكون مكللة بالنجاح. لا يخفى عليكم أن هذا الدخول رقم 40 في حياة المؤسسة، حيث كان يوم 9 سبتمبر 1985 تحديدا أول يوم وأول تاريخ لافتتاح السنة الدراسية في حياة هذه المؤسسة وفي حياة التربية وقطاع التعليم في المنطقة ككل. إذن 40 سنة مرت تحتفي بها المؤسسة في خدمة المجتمع وتخريج أجيال نافعة للمجتمع، وزودته بإطارات وكافة الفئات الصالحة في هذه المنطقة المضيافة. أيضا تحتفي الجزائر ككل بالدخول رقم 63 في تاريخ الجزائر المستقل، ابتداء من 15 سبتمبر 1962، حيث شهدت المدرسة الجزائرية بعد الاستقلال أول دخول مدرسي في كنف الحرية والاستقلال الذي دفعنا من أجله 1.5 مليون من الشهداء. إذن أيها الأكارم، وجدت فقط أن نذكر بعض النقاط المتعلقة بالسنة الدراسية ككل، وهي مجرد وصايا أوصي نفسي أولا وإياكم. أول شيء نشكر الأولياء اللي قاعدين يرافقوا في الأبناء تاعهم طيلة الموسم، ونزيد نجدد على النقطة هذه واحد. ماذا بيا ديما الأولياء يزوروا الفريق التربوي، مش يبدا كان مثلا اتصال ويبدا كان كونتاكت بينه وبين الولي. أي ولي مرحبا به، عندك مثلا مرة في 15 يوم ولا مرة في السمانة حسب الضرورة، مباشرة يجي للإدارة، الإدارة توجهه للأستاذ، سواء كان أستاذ لغة عربية أو لغة إنجليزية أو لغة فرنسية، وحتى ثاني التربية الرياضية والمدنية، بحكم عادة حصة مادة معترف بها رسميا وأصبحت معناها تدرس بأستاذ مستقل، والحمد لله راهو عندنا أستاذ ناشط وشاب نحييه بهذه المناسبة. نحيي كامل الفريق. راهو الكونتاكت بين الولي وبين الأستاذ راهو عنده دور. لعل الطفل يبدا متعثر، لعل ينقل صوره غلطه من الباه، لعل كذا، مش في المقابله بين الولي وبين الاستاذ راهي عندها دور كبير، تبني جسور تاع ثقه، تزيل اللبس، يبدا كان تعاون، لان العمليه التربويه مش متوقفه عن الاستاذ فقط. تو مثلا الاستاذ في نحسبوا له عنده 2 ساعات ونص الصباح و2 ساعات العشيه، 4 ساعات ونص، وساعات مرة يبدأ مثلا فيها نصف يوم على يوم الثلاثاء عندها 2.5 ساعات، بصح ضد الوقت راهو نقضيه في البيت. يبدأ مثلا الولي يراقب في إنجاز الواجبات، في متابعة الدراسة، التحضير لدرس الغد. سنة ثالثة راهي خلصوا ساعة باللغة الفرنسية، وضافوا نص ساعة للغة الإنجليزية، وضافوا لهم حصة تاع رياضة عاد ساعتين، كانت ساعة. الفرنسية كانت 3 سوايع عاد ساعتين، والإنجليزية كانت 1.5 ساعة أصبحت ساعتين. وهذا في إطار الإصلاح لعرفات المدرسة الجزائرية، في إطار المقترحات اللي جاء بها رئيس الجمهورية، وهي ترسيخ تعليم اللغة الإنجليزية. ترسيخ تعليم اللغة الإنجليزية راهو عندها دور كبير اللغة الإنجليزية، والحمد لله. بالمناسبة عندنا أستاذة ثاني نحيوها، ابنة المنطقة، ومش حاجة سهلة معناها أستاذ يكون هنا من الطالب العربي يرغب خصوصيات المنطقة ويدرس اللغة الإنجليزية، وبشهادة المفتشين معناها يشكروا فيهم ياسر. ماذا بينا الأولياء ثاني يفتحوا لنا النافذة هذه، معليش أنا كنا ناقصين وكل شيء، بينما على الأقل استغلال الهاتف اللي مد الولي لولده، على الأقل يدخل شوي لك الفيديوهات تاع مثلا وكاين ياسر قنوات تعليمية اللي تبعها ثاني تجيب نتيجة. الرياضة ثاني هاي شيء أساسي حتى هي. ماذا بينا ثاني بالمناسبة، راهو أستاذ الرياضة ساعات مرة يقع في إحراج، راهو التلميذ لازم يجينا ببدلة رياضية، ما هو الشرط ثاني معناها حتى صباط هو ما عنديش يطلب من كوب ولا يطلب من جارك، أو ساعات مرة يعفس عنا زميله أخر عنده صباط ونبدو احنا في إحراج. ساعات مرة التلميذ يبدا مجروح ولا يبدا حاجة، والشيخ قانونيا ما يلعبهمش، الجحافي ما يلعبش،
ونجيها انسبكتير ويشوفها كيما هكا ما يعطيه ملاحظ ماذا بينا. هو ما كاينش واحد ما عنده صباط، لا عارف اي واحد عنده صباط، ونقولوا واحد صباطه مثلا مهترئ ولا مازال ما شراش مازال في الشتاء ولا حاجه يطلب حتى من جاره مثلا ورا ما يشعيب ولا من خور قال لا الصباط مش يلعب بيه ويرجع لك العاشر ما فيها حد شيء.